مساء الفل يا شباب. تعالوا بقى نتكلموا على كارثة النهارده، يعني هنتكلموا على كارثة موضوع ريفيرو وإدارة الأهلي. طيب، بعد لما خلينا اجيب لكم الموضوع من الاول. ريبيرو المدرب المالت اللي جابوه من اسمه ايه، من فريق اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. جه طبعا ما عملش اي زفت، وكابتن الخطيب هو اللي اصر عليه وما سابش عماد النحاس هو اللي يكمل. وكانت النتيجه ان انت جبت مدرب زي الزفت، ضيع لك كاس العالم للانديه، ضيع لك كل حاجه، وخلاك اول الدوري، وضيع لك فتره الاعداد بتاعه الدوري الجديد، وضيع لك اول الدوري والنقط، واخرهم كانت طبعا الخساره من بيراميدز 2-0 واللي بعدها اتقال. طيب، بعد ما اتقال اداره الاهلي قالت لك احنا مش هنغلط غلطه كولر. اللي ما يعرفش موضوع كولر بعد ما مشي من الاهلي كان المفروض عشان مشاه من غير ما يستنى ان السنه تخلص، مشاه في نص الموسم، فما استناش لما السنه تخلص. كان بعد ما خسر طلع من سان داونز اما مشيه. الاهلي ما كانش قايل للناس ان كان في بند في عقد مارسيل كولر ان هو لو مشي قبل ما السنه الثانيه تخلص في عقده، فالاهلي مطالب انه يدفع له بقيه السنه ونص بتوع عقده كلهم كمرتب. والراجل كان بياخد 220 الف دولار في الشهر، اضربهم بقى ايه في سنه ونص. فقال لك لا، احنا مش هنعمل كده تاني، واحنا عارفين احنا بنعمل ايه والبنود ومش البنود والقصص دي كلها. قلنا ماشي. ريفيرو ده جاي بياخد كام؟ 98 الف دولار في الشهر، اقل من نص اللي كان بياخده كولر. ده مبدئيا ده رقم واحد، تمام؟ يعني شقلب وقلب، تمام. ثانيا هي مش بكتر الفلوس، بس انا بكلمك يعني ان هم جايبين مدرب عامل ازاي يعني. المهم بعد ما جه قال لك لا، البنود بتاعت عقوده مظبوطه وكله تمام. بعد طبعا زي الزفت، لما كان اداؤه زي الزفت الاهلي مشاه، قال لك رضيناه واعطينا له الشرط الجزائي اللي في عقده اللي هو 3 شهور من قيمه مرتبه مع الاهلي، يعني اضرب 98 في 3 وخلاص كده. ايه ملوش حاجه عندنا. واسمع بقى دي، خدنا منه مخالصه مكتوبه بتقول ان المعلم ده ملوش حاجه عندنا. نسمع الايام اللي فاتت ان الباشا ده رفع قضيه على الاهلي في شؤون اللاعبين اللي موجوده في الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، تمام. و طالب ان هو ياخد 588 الف دولار. النادي الاهلي قال لك ايه ده؟ احنا مش يا ابني اتفقتوا على ايه؟ وايه الكلام ده؟ هوبا يا معلم نكتشف ان ايه بقى؟ ان كل الكلام اللي قاله اداره الاهلي ده في الفشنك وفي اي بتنجان، وان الاهلي مش مسنتف ورقه القانوني ولا اي حاجه، وان المعلم ده 588 الف دولار دول عباره عن ايه؟ الراجل راح رفع قضيه على، لا ده بص دي، ده انا عاجبها لك بقى من اولها. الراجل ده راح قال لاداره الاهلي انا عايز فلوسي، عايز فلوسي. اما اداره الاهلي قالت له ايه؟ مالكش حاجه عندنا، روح امشي، روح ارفع. قال لهم هرفع قضيه للفيفا. قال له ارفع اللي انت عايزه. راح خد قضيه من اول مره، خد حكم اولي للفلوس بتاعته ب 588 الف دولار. هتقولي طب الاهلي عمل كده ليه وما عطلوش فلوسه؟ لان الاهلي ما عندوش سيوله دولاريه. ازاي؟ انا ما اعرفش. كل الدولارات اللي دخلت لك دي وما عندكش سيوله دولاريه ازاي؟ انا ما اعرفش. ونفس السيوله الدولاريه دي طلعت منين لما انت رحت جبت كمويش ده ب 400 الف دولار؟ انا ما اعرفش. وكنت عايز تدفع في عقده الفخوري 200 ولا 300 الف دولار، كنت هتجيبهم منين؟ انا ما اعرفش. وازاي قلت ان انت مخلص الراجل ده والراجل ده طلع ما خلصش ولا حاجه؟ انا ما اعرفش. بعد كده اللي حصل ان الراجل ده راح فعلا رفع قضيه في الفيفا في شؤون اللاعبين، وتحولت للمحكمه الرياضيه الدوليه خلاص، لان الاهلي هيقدم حكم اولي ده، يعني انت بتقدر تقدم طعن عادي. فالاهلي كده هيقدم طعن، فالقضيه هتتحول للمحكمه الرياضيه الدوليه، شبه قواضي الزمالك كده. فايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان ال 588 الف دولار دول عباره عن ايه؟ مرتبه ك3 شهور بالاضافه ل4 شهور مرتب كفصل تعسفي، لان الراجل ده قعد 4 شهور على ما راح الدوري اللي هو بيلعب فيه، مش عارف بيدرب في الدوري السويدي ولا بيدرب فين دلوقتي. قبل ما يدرب قال لك انا اتضريت ان الاهلي مشاني وخلاص، بدون اي سابق انذار، مشاني كده، ما قاليش ومشاني. والفصل التعسفي ده
معنى ان انت مثلا ما عملتش جزاءات، ما عملتش مشاكل، ما عملتش اي حاجه، والاهل والرئيس بتاعك في الشركه او في المصنع او اي حاجه مشاك بدون اي سبب، قال لك خد قرشين اهو وامشي. ده هي دي القضيه اللي هو رافعها دلوقتي، 4 شهور زائد 3 شهور شرط جزائي. طب منين طالب شرط جزائي؟ ومنين انتوا بتقولوا؟ طب الكلام ده مثلا لو رفع قضيه، الناس كانت فاكره في الاول ان القضيه اللي مرفوعه دي مرفوعه عشان ال4 شهور الفصل التعسفي بس. لا يا معلم، ده عليهم ال3 شهور بتاع الشرط الجزائي. طب منين انت قلت ان انت دافع له الشرط الجزائي واخد مخالصه مكتوبه؟ ومنين النادي الاهلي عليه دلوقتي قضيه ب3 شهور زائد 4 شهور؟ وانا هو انت هو شكلها مش هيعرف الاهلي يعمل حاجه وهيدفع الفلوس. طيب ده معنى ده ايه بقى؟ اقول لك ده معنى ده ايه. وخلي بالك، طالما المحكمه حكمت يبقى انت كده ممكن تدفع ال 588,000 دولار وعليهم غرامه. ايه رايك بقى؟ انت ممكن تدفع عليهم غرامه كمان. فايه بقى اللي إيه ليه بيحصل كده؟ اقول لك انا بقى ليه بيحصل كده. لان الاهلي ضحك علينا وقال لنا انه خد مخالصه مكتوبه من المدرب وهو ما خدش. وفي يلا كوره كان مكتوب النهارده بيقول لك ان لا، احنا ما قلناش كده. ده مصدر في الاهلي، احنا ما قلناش كده. اللي حصل ان احنا اتكلمنا معاه بالحب وقلنا له انت هتاخد مرتب 3 شهور الشرط الجزائي بتاعك، والراجل وافق ومشي. ولما طالبهم بالفلوس قالوا له استنى بس علينا شويه على ما نظبط لك الدولارات عشان ما فيش دولارات في النادي. فايه اللي حصل بعدها؟ قام الراجل قال لهم لا، لما انا عايز فلوسي دلوقتي. قاموا له بس هنجيب الفلوس. لما جمعنا الفلوس ورحنا له نتكلم معاه قال لنا لا، مش عايز الفلوس، انا هروح ارفع عليكم قضيه في الفيفا. طبعا عبث اداري مفيش بعد كده، عبث اداري مفيش بعد كده. وهنفضل لغايه امتى بالمنظر ده؟ والاهلي طلع بيان قال لك احنا واثقين من مواقفنا القانونيين ومش اي كلام. انتوا لو واثقين في موقف قانوني ولا نيله وافتكروا كلامي، ريبيرو هياخد فلوسه وهياخد عليها بوسه كمان. طب دلوقتي مين الاهلي بقى ليه خزنته تتكبد الفلوس دي؟ ليه بقى؟ على راي كابتن ابو المعاطي زكي على اليوتيوب، يعني اللي هو عنده قناه اسمها نجم الجماهير تقريبا. الراجل قال لك اللي المسؤول انه يدفع الفلوس دي هو كابتن محمود الخطيب، لان هو السبب ان الراجل ده يجي. تاني حاجه كابتن اسامه هلال اللي هو مسؤول مدير التعاقدات، اللي معرفش ده مين ده في ناس في النادي جوه ما تعرفش شكله، ما يعرفوش مين ده، ما يعرفوش شكله. مسؤول تعاقدات جوه الاهلي، مسؤول تعاقدات جوه الاهلي، ملوش مكتب جوه الاهلي. انت فاهم؟ راح قال لك الراجل ده خلاص، ما اسامه هلال. وطبعا بالاضافه ان اي حد مشارك في الجريمه دي يشيلها، هو اللي يدفع الفلوس من جيبه. احنا مالناش دعوه. اداره الاهلي، خزينه الاهلي مش ناقصه. انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم ازاي الاهلي ما فيهوش سيوله دولاريه بعد كل الدولارات اللي جات له دي. اتصرفوا في ايه؟ اتصرفوا في ايه؟ انا مش قادر افهم. كميه الفلوس اللي جات لك دي كلها راحت في ايه؟ انا مش عارف. انا مش عارف. هتيجي تقول لي الفلوس اللي اتحولت لك من كاس العالم للانديه، اقول لك انا اتحول لي 9.5 مليون دولار غير التعادلات، الاثنين تعادل اللي انا تعادلتهم والخساره، كل ده انا خدت فيه فلوس. يعني انا داخل من كاس العالم للانديه حوالي بتاع 12 مليون يورو ولا 12 مليون دولار. صرفتهم في ايه انا بقى؟ صرفتهم في ايه؟ انا اشرف بن شرقي وجايبه مجاني، بالرمضان جايبه بمليون ونص ولا مليون وربع، قول يا عم مليون ونص. وتريزيجيه جايبه بمليون، يا عم قول بمليون ونص زيهم، ادي 3 مليون دولار. والباقي راح فين بقى؟ ما جبتش حد تاني. انا ديانج ده كان اصلا في عندي وانا مطلعه اعاره وخلاص، ما جبتش حد. ما فيش حد. فكروني لو انا ناسي لعيب تاني. ما جبتش حد تاني. ازاي بقى انا الدولارات بتاعتي مش موجوده؟ ده غير طبعا صفقه اسامه ابو علي، ده غير صفقه بيع عبد المنعم. عبد المنعم ان انت رحت جبت خدت 4.4 مليون يورو ولا 4.5 مليون يورو، رحت دفعت منهم مليون وربع تقريبا في اسمه ايه التاني دوت، اشرف داري. طب الباقي ده كله راح فين؟ هتقول لي طب ما المرتب. اقول لك هو ايه اللي مرتب؟ مرتب انت هتحسب لي المرتب؟ امال انت دوري ابطال افريقيا
واسمه ايه والعقود الرعايه والشركات وشركه الكوره وكل الفروع والحاجات اللي مفتوحه، كل ده بيجاب منين بقى؟ وكل ده بقى فلوس والاعلانات والقصص دي كلها. لما انت هتقول لي دعايه وهتقول لي فلوس ومرتبات، دي الحاجات اللي بيدفع منها المرتبات. لكن الباقي ده بقى، لكن بقيه ده غير وسام ابو علي 7.5 مليون يورو، اخدت منهم 5 اهم دلوقتي، فاضل لك 2.5. يعني انت في حسبة سنتين عامل لك بتاع حوالي بتاع 20، ده انت معدي ال 20 مليون دولار من الصفقات بس والمشاركات في الافريقيه. ده احنا طبعا ما حسبناش بقى نص النهائي اللي انت طالع منه من سان داونز، ما حسبناش ده. في السنه اللي انت طلعت فيها، اللي انت مشيت فيها كولر، اللي هي كانت اخرها دخلت كاس عالم الانديه، السنه دي انت خدت فيها طلعت فيها نص نهائي دوري ابطال افريقيا، ما حسبناش الفلوس دي. فانا مش فاهم الصراحه، انا مش عارف. واول السنه كنت مشارك في السوبر الافريقي، ما انا مش فاهم المواضيع دي ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي، والسوبر المصري في الامارات وكل الفلوس دي بتخش فين وبتروح فين، ومنين معاه كل الفلوس دي بتدخل، ومنين معاكش سيوله دولاريه. انا مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف. واتمنى من اداره الاهلي انها تطلع توضح لنا. طبعا احنا لا نجرؤ نتكلم على الزمن الماليه لاي شخص، لان دي حاجات بتبقى في النوايا وملناش دعوه بيها. احنا بنسال سؤال عام. لما انتوا معكوش سيوله دولاريه، امال الفلوس دي كلها راحت فين؟ سؤال عام، سؤال عام بشكل عام. احنا ما بنتكلمش في الزمن الماليه لاي شخص في النادي، من اقل عامل في النادي. طبعا مفيش حاجه اسمها اقل عامل، كلهم مهمين. من العامل اللي في النادي، من ايا كان وظيفه الشخص اللي في النادي، لرئيس النادي اللي هو كابتن محمود الخطيب. احنا لا نتحدث عن الذمم الماليه، احنا بنتكلم بسؤال عام. فلوس النادي الاهلي بتروح فين لما انتوا معكوش دولارات، ولما انتوا بتمشوا لعيبه بارقام كبيره جدا وبتجيبوا مكانها لعيبه كسر؟ اخر كام سنه الفلوس بتاعه النادي الاهلي بتروح فين؟ بتتصرف على ايه؟ طالما انتوا ماشيينها كده، ومش من الاولى ان الحاجات اللي بتتصرف دي تقف وتبدا تصرف في الحاجات المفيده اللي اصلا بتدخلك فلوس كتير، اللي هي فرقه الكوره، وتصرف صح وتتعاقد مع شركه قانونيه محترمه. طبعا مع احترامنا للمستشار القانوني للنادي الاهلي، طبعا على عيننا وعلى راسنا، مش قاصدين اي حاجه، بس قصدي يعني حد كبير يدير النادي الاهلي كشركه، كمكتب قانوني كبير. افضل المدربين، مش جايب لنا ناس ترب اعطيله قد كده دولارات في الشهر وهو لا يستحق. مدرب سيء جدا. وبرضه الوحيد اللي يتحاسب في كل ده كابتن محمود الخطيب، لان هو المشرف العام على الكوره. خلي بالك، مفيش قرار بيتاخد وبيمضي عليه غير لك كابتن محمود الخطيب، لازم هو اللي يمضي عليه وهو اللي يأشر عليه. مفيش حد متسابه كده، مش متسابه كده، لا. كابتن محمود الخطيب مفيش اشياء بتخش في فرقه الكوره الا وهو مسؤول عنها. فمين اللي يتحاسب على كل ده؟ كابتن محمود الخطيب، وكل العناصر اللي هو جابها وكل الحاجات اللي هو عملها السنين اللي فاتت كابتن محمود الخطيب. الاول انا كنت بقعد اتكلم واقول واعيد وازيد والكلام ده كله، واقول كابتن محمود الخطيب هو، لا بس خلينا نتكلم بصراحه يا جماعه، ويعني نتكلم صح عشان نبدا نعرف نحل المشاكل دي كلها. اساسها هو كابتن محمود الخطيب. فبعد اذنك يا كابتن محمود، عدل مسار الفريق، عشان كده مش هينفع، الدنيا بتبوظ وبتفرط منك ومش هنلاقي حل بعد كده. على راي كابتن دول امبارح لما قال لك هي المشكله دي عامله شبه كره التلج، وعماله تكبر 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 لغايه ما بقت قد كده وهتدمر النادي. كل العناصر المهمه انت بتبيعها، وبتسيب عندك العناصر التوكسيك اللي بتبوظ الفرقه، او اللي هم ما عندهمش كوره. فبالتالي لما تلاقي فرقه زي الزمالك بمستواها ده باللعيبه اللي عندها دي، يجيبوا مدرب مصري عادي خالص ومحدش كان متفائل بيه ولا حاجه، تقدر تعمل اللي هي تعمله ده، شابوليا. طبعا نادي الزمالك نادي كبير وجماهيره مكسره الدنيا، اتمنى لهم التوفيق عشان الكره المصريه عامه تبقى افضل. انا بشجع مين دي بتاعتي، لكن لايه مصلحه الكره المصريه احنا لازم نمشي بقى انتماءاتنا على جنب. انا نفسي كل الفرق اللي زي الجماهيريه اللي زي دي ترجع تاني بالقوه دي،
فرغم المشاكل اللي عندهم الا ان عندهم لعيبه بتلعب كوره. لكن انت عندك لعيبه ما فيش خالص. وده مين اللي جايبهم ومين اللي بيلعب بالطريقه دي ومين اللي جايب المدرب اللي بيلعب بالطريقه دي؟ فهو كابتن محمود الخطيب. فاتمنى نفوق ونتمنى الاصلح للنادي الاهلي. السلام عليكم.